أحبائي خلونا نرحب بالأسيس مالكولم و Thank you so much. Good evening, شكرا everyone. جزيلا ومساء الخير لجميعنا. I bring you greetings from our church in London. أنا أجلب إليكم كل سلامات كنيستنا بلندن. Many of them are praying for us at this very moment, والكثيرين منهم عم بيصلوا لهاللحظة لهيدا الوقت، and they are praying for you, وعم بيصلوا لكم إلكم. asking that God will bless you and strengthen سائلين you, ربنا إنه يبارككم ويقويكم. and that He will meet with us as we meet together over these next وأن few days. يتلاقى ربنا معنا بينما نحن كمان عم نتلاقى مع بعض ضمن هالأيام القادمة. Now, I like to be interrupted. أنا جماعة بحب إنه توقفوني تقاطعوني. So if I say something that you do not understand, then you can just stop me. يعني إذا أنا بقول أمر أنتم ما فهمتوه وقفوا قاطعوني واسألوني. You can just say, stop! قولي لي توقف. I need you to explain that again. أرجو منك أن تعيد شرح هذه النقطة. If you have a question, إن كان لديكم سؤال you can say, I disagree. فيكم تقولوا أو تساؤل فيك تقول أنا ما كثير بوافق معك. We learn better when we learn together. نحن بنتعلم بشكل أفضل لما نكون تعلمنا مشترك مع بعض كجماعة. Now, I wonder if any of you can guess where my accent is from. هل منكم أحد بيقدر تقريبا يحذر من أي لكنته الإنجليزية من وين جاية؟ You're British. I am Irish. قربتوا إيرلندي I come from Northern Ireland, من إيرلندا الشمالية. where the weather you are having tonight, حيث انه هلا الطقس اللي عندنا اياه اليوم المفروض شتي يعني. this is normal weather for us. هيدا طبيعي كل السنة. It rains every day. هناك تمطر في كل يوم. Here in Lebanon, you have 320 days of sunshine and 40 days of نحن هون rain. شو عندنا 320 يوم من الشمس والدنيا حلوة وبعدين الباقي 40 يوم شتي. عندهم In Ireland, we have 360 days of rain and 4 days of sun. 360 يوم بتشتر يمكن 4 ايام بيطلع لهم هيك شمس. It rains every day. بمعنى آخر دائما ما تمطر في إيرلندا. But my wife and I now live in London. ولكن أنا وزوجتي هلا بنعيش ب مدينة أخرى اللي هي لندن. Where I have the privilege of leading the church, which is called Kensington Temple. وأنا عندي فرصة وامتياز إني أكون عم بقود كنيسة اسمها كينغزينغتون تمبل. And Marco and I work together. وكمان ماركو وزوجته كمان نحن نخدم سويا. And we are honored to be with you. وهذا شرف لنا إنه نكون معكم. Thank you for welcoming us. شكرا لترحيبكم بنا. As you have already heard, across this weekend, كما سمعتم عبر هالأيام في نهاية الأسبوع. I will be talking to you about the kingdom of God. رح حشارككم عن موضوع ملكوت الله. This is a very important theme in the Gospels. هذا موضوع هام وهام جدا في الأناجيل. And if you can catch some of it, it will really help you. وإن تمكنا يعني من هيك اتخاذ بعض الأفكار الأساسية من هالموضوع أعتقد أن هذا سيكون أمر مساعد جدا لنا كمؤمنين. It will give you a new understanding of your position in Christ. وهذا رح يعطيك نظرة جديدة لك وإلك عن موضوعنا مقامنا في المسيح. It will help you understand the purpose of the church. حيساعدنا نفهم أكثر غرض وقصد وغاية الكنيسة. And it will give you the right tools to build character in your life. وحيوفر لنا عدة العمل، عدة الشغل اللازمة لحتى تكون حياتنا فيها قيم حقيقية وأصيلة. Tonight I want to bring you a word of encouragement. وورد الليلة بهالأمسية إنه أشارككم كلمة تشجيع. And I pray that God will speak to your heart. وصلاتي أن الله يتكلم إلى قلبك وقلبك. I want to talk to you about the family of faith. أود أن أشارككم عن موضوع عائلة الإيمان. We are going to read from the Gospel of Matthew, سنقرأ معا من إنجيل متى chapter 12, الفصل أو الأصحاح 12 from verses 46 to 50. آيات 4 to 46. من آيات 46 ل 50. متى 12 آيات 46 ل 50. Yes, please.
متى 12:46-50. وفيما هو يكلم الجموع إذا أمه وإخوته قد وقفوا خارجا طالبين أن يكلموه، فقال له واحد: هو ذا أمك وإخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموه. فأجاب وقال للقائل له: من هي أمي ومن هم إخوتي؟ ثم مد يده نحو تلاميذه وقال: ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. Amen. آمين. God always blesses the public reading يبارك ربنا دائما الكلمة المقروءة في العلن of ضمن His الجماعة. inspired and His infallible word. هذه الكلمة الموحى بها من الله والمعصومة. All of us want to be part of a family. جميعا نود أن ننتمي لعائلة ما. And many of you have given up your family to follow Jesus. ولعل الكثيرين منا يمكن اضطروا أو تركوا عائلاتهم لحتى ينتموا للمسيح وعائلته. In many of your situations, that was not your choice. وفي كثير من الأحيان الكثيرين منكم كمان هذا لم يكن يعني خيار، كان لابد أن تقوموا بهيك قرار. When you came to Jesus, عندما وضعتم ثقتكم في يسوع، your family cut you off. عندها عائلتكم قالت لكم خلاص انقطعت عنكم. This also happened to me. وهذا ما جرى معي أنا أيضا. When I became a Christian in 1986, عندما قررت اتباع المسيح وضعت ثقتي فيه في سنة 86 في 1986. the following day, في اليوم التالي my father announced my death in the national newspaper. والدي أعلن إنه خبر وفاتي ضمن الجريدة الرسمية. And did not speak to me for 20 years. وقاطعني ولم يتكلم معي لمدة 20 سنة. It is hard when we come to faith and lose our family. قديش صعب إنه لما نضع ثقتنا في المسيح ونهتدي للإيمان نخسر عائلاتنا. But Jesus promises us something that can help us in this situation. ولكن يبدو أن يسوع يعدنا بأمر ما حيساعدنا في هالحالة اللي نحن فيها. In Matthew chapter 19, فإذا نفتح على متى كمان verses 27 to 29, 19 متى 19 وهلا الآيات 27 ل 29 عم نحكي هلا بطرس the follower of Jesus, اللي هو تابع ليسوع says to Jesus, يقول ليسوع we have left everything to follow you. بيقول له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. What will you give us back? فماذا يكون لنا، يعني شو لنا بالمقابل؟ And Jesus answers in verses 27 بعدين to 28. بالآية 28 فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدلون أسباط إسرائيل 12 في 29. وكل آية 29 من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية، ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين وآخرون أولون. This is not just a promise for when we die. المسيح هون ما عم بيقدم وعد للآخرة، يعني من بعد الممات. Listen carefully to what verse 29 says. انتبهوا الآية 29 شو عم بتقول. And everyone who has left houses كل من ترك بيوتا or brothers أو إخوة or أو sisters أخوات or أو father أبا or mother أما or أو children امرأة or أو fields أولادا for my name's sake أو حقولا من أجل اسمي will receive 100-fold. يأخذ 100 ضعف. And in the original text it says بالنص in الأصلي this life بيقول في هذا الدهر، يعني هلا مش بس في اليوم الأخير، هلا and will inherit eternal. وهلا ويرث الحياة الأبدية. We inherit eternal life, فنحن نرث الآتي الحياة الأبدية، but we receive a new family. ولكن نحن نحصل في الآن هلا على عائلة جديدة. That is what I want to explore with you. وهذا ما أود أن نكتشفه هلا مع بعض سوا. So let's begin first in the Gospel of John. فهلا سوا عم نعمل رحلة بالكتاب المقدس، عم نروح على إنجيل يوحنا. In John chapter 1, نحن بيوحنا الفصل الأول verses 11 to 14. يوحنا 1 الآيات 11 ل 14. Yes, please.
بيقول يوحنا 1:11 إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. The moment we believe in him, في اللحظة التي نضع ثقتنا فيها بالمسيح، he gives us the right, the legal right to be called children of God. اللحظة اللي نحن نضع ثقتنا فيها في المسيح بيصير لنا الحق، إن صح التعبير القانوني، أن نصير من عائلة من أبناء وبنات الله. That means that we are brought into a royal family. هذا يعني إن نحن هلأ صرنا جزء من، انتمينا لعائلة ملوكية. Now you might say to me, Malcolm, how do I earn this? ممكن تيجي وتقول لي أو تقولي لي مالكم أنا كيف بقدر أحصل أستحق هذا؟ You do not earn it. ما حدا منا يعني بيدفع ثمن إنه يكون جزء من هالعائلة It الملوكية. is a gift from God to you. هذه عطية الله لك ولك. The moment you believe. وذاك في اللحظة التي تضع ثقتك فيها. So tonight I am meeting 100 new brothers and sisters. هلا أنا الليلة مثلا بهالأمسية أقابل 100 أخ وأخت، إحنا عائلة وحدة. And you look different to me. ويمكن أشكالكم تبدو مختلفة عني. You sing different songs to يمكن me. بترنموا ترانيم مختلفة عن ما أرنمها. But I recognize the beat in the songs. ولكن يعني كأنه عندي حس للإيقاع ضمن الترنيمة. But more importantly, ولكن الأهم من هذا كله الأعمى، I recognize Jesus in your voices. أرى يسوع وأسمع يسوع في أصواتكم أنتم عم ترنموا. From the singing of the sisters من ترانيم أخواتنا to the hallelujah of the brothers للهللويا للإخوة، to the beating of the drum. بعدين للإيقاع اللي ماشي القسيس. I hear it and I think I am home. أسمع وبعدين بقول أنا ببيتي ببيت أهلي. This is my family. هيدي عائلتي. I belong to them أنا أنتمي لهم لكم and they belong to us. وهم أيضا ينتمون إلي، نحن عائلة واحدة. Unfortunately, لسوء الحظ the church is sometimes not very good at family. مش دايما الكنيسة يعني تفهم أو تتبنى أو بتسلك في مفهوم العائلة هيدا. And our lives can become so fast حياتنا أحيانا إيقاعها سريع لدرجة that they can feel very thin. بأنه هالخيط العلاقة أو رابط العلاقة بيكون رفيع جدا. We have to make money. الحياة بدها ركض، بدك تشتغل تطلع مصاري، بدك تدفع فواتيرك، We have to bring up the children. بدك تربي الأولاد، We have to look after our بدنا families. نهتم بالعائلة الأسرة والعائلة الممتدة. And we think, where will I find time for church? بعدين بصير فكر طب هيدا برنامجي وين بدي الاقي وقت للكنيسة للعائلة الكنيسة. And we think the family of faith is a luxury we do not need. وأحيانا نصل للاستنتاج بأنه عائلة الإيمان هي رفاهية يمكن أحيانا نحن مش بحاجة لها ضمن كل هالأمور اللي بحياتنا الطويلة. But we need each other. ولكن الحقيقة نحن كعائلة بحاجة لبعضنا البعض. Some of you are living in shared rooms. البعض منكم يمكن بيعيش بغرف مشتركة. And you have very little privacy. والخصوصية قليلة جدا. Some of you have left your fields. لعل البعض منكم قد ترك حرفيا حقول. You have left your homeland. أو أرض أجدادكم وآبائكم. And you do not know if you will ever return. ولا تعلمون، أنتم تجهلون إن كنتم ستعودون وترونها مرة أخرى. Some of you are very far from your families. بعض منكم تفصلهم مسافات كبيرة جدا عن عائلاتهم وأسرهم. Some of you are carrying pain and disappointment. لعل البعض منكم يحمل معه هيك على كتافه أو على كتافه ألم وخيبة أمال. And you do not even know how to name that disappointment. ولدرجة إنه ما بتقدروا تحطوا إيدكم على الجرح وتسموا الأمور مثل ما هي، شو عم تشعروا وشو عم تفكروا. It rises in you when you are lying in your bed at night. ولكن يمكن لما بعد نهار طويل ترجع على غرفتك والمساء كل هالأفكار وكل هالمشاعر ترجع تطلع. Or you walk down the street and you see a family. وبعدين يمكن ماشي على الطريق وبتشوف عائلة مع بعضها مجتمعة. And sadness and sorrow rises in you.
يمكن مشاعر من الحزن هيك تتملكك. Because it is a reminder of what you have lost. لأن هذا يذكرك ويذكرك بما خسرته عندما اتبعت المسيح. It is into that context that Jesus wants to speak to you. تحديدا في هذه الحالة وهذا السياق الزمان والمكان يسوع عم بيحاول يخاطبك ويخاطبك. And he speaks a beautiful word about belonging. وهو ينطق بكلمات جميلة جدا تتعلق بالانتماء. In our reading from Matthew 12, من خلال قراءتنا من متى 12 Jesus redefines family يعيد يسوع تعريف ماهية شو يعني عائلة. and he reframes ويعيد تقطيب حطها بإطار بكاد community. ما هو بنسميه نحن جماعة الإيمان. And he invites you and me ومن ثم يدعوك ويدعون into a community and a family إلى جماعة، إلى أسرة، إلى عائلة that is deeper than anything we have ever known التي before. هي أعمق من أي خبرة بشرية مرت علينا سابقا. He reminds us that when we are his sons and وهو daughters, يذكرنا لما نكون أبناء وبنات له we are also brothers and sisters of one نحن another. أيضا إخوة وأخوات لبعضنا البعض. And, بالإضافة which is وهو remarkable, أمر ملفت جدا، Jesus is our brother. يسوع مش بس ربنا، هو أخونا البكر. He is not only our king هو ليس ملكنا حصرا and our savior, ومخلصنا أيضا، he is our brother. إنما هو أخونا. I will never understand that. ولا مرة رح أقدر أفهم عمق هالحقيقة. I will spend all of my life سأصرف مدة زمن حياتي كلها trying to understand this. محاولا أن أفهم عمق إنه يسوع أخونا. Let me unpack Matthew 12 with اسمحوا three لي simple ideas. إنه هيك نفسر شوي متى 12 بثلاث أفكار. متى 12 بثلاث أفكار شاركها معكم. The first is an urgent question. الفكرة الأولى هي سؤال طارئ أو ملح، سؤال طارئ. So, in the story, طيب بالقصة Jesus is sitting and teaching his disciples, يسوع قاعد وعم بيعلم التلاميذ، and his mother and his brothers and sisters come because they are worried about him. وبعدين اخته وخيه وعائلته كلهم بيجوا لانهم كانوا قلقين عليه، ما كانوا موجودين بالدائره هاي. And his mother sends a message into the room ومن ثم امه ترسل رساله الى المكان اللي هن فيه، مثل هالغرفه لنقول، saying that they have come to see him. بتقول له نحن جايين، نحن عائلته جايين نشوفه. And one of Jesus' disciples واحد تلاميذ المسيح says to Jesus, بيقول له ليسوع your mother and your family are outside. امك وعائلتك خارجا يطلبانك. اني جوا برا. And what does Jesus say? شو بيقول له يسوع كيف برد؟ Do any of you remember what he تذكر said شو at بيقول that له moment? يسوع؟ من هما أمي وأبي وأخي؟ So he asked a rhetorical question. الذين يعملون مشيئة Who أبي are الذي في السماوات. my family, my sons and my He brothers says, and sisters? who is my mother? من هي أمي؟ Who are my brothers? من هم أخوتي؟ This is uncomfortable. يعني هذا الرد غير مريح. كيف ليه بترد هيك؟ It's uncomfortable for us. غير مريح لنا. If you send a message to your son إذا هلا مثلا أرسلت رسالة لابنك saying, I need you to come and قلت speak له to يا me, ابني عايزك، and he sent a message, he did not even come out. بعدين ابنك يعني هو أنت برا وابنك جوا وما يعني تكبد عناء ابنك إنه يخرج لعندك. And he said, who are my mother? Who is my mother? وقال لك مين أصلا أمي وبيي؟ Who are my brother? مين إخوتي؟ Who are my sisters? مين أخواتي؟ How would you feel? هلا كأب أو كأم كيف بتفكروا؟ How many of you would say that's a wonderful thing for كم my منكم son to بيقولوا شو do? هالإجابة الحلوة من ابننا، شو هالموقف الجيد للعائلة؟ هيك بتقولوا؟ أكيد لا. Definitely. Definitely not. أكيد. Yeah. We would say, شو هالابن العاق يعني مش شو هالابن العاق. يعني He's a rogue son. الصن rogue son. rogue son. Yes. Yes. ابن العاص. You would say, come outside immediately and بعدين speak to بتقول له me. بتفضل بتطلع لبرا، أنا بيك بتطلع لعندي لهون. I am your mother. Or I am your father. أنا أمك، أنا أمك، لازم تيجي لعندي تحترمني. كأنه. Jesus is doing something very challenging in this moment. لاحظوا أن يسوع يقوم بأمر يبعث على تحدي He كبير. is not insulting his mother. انتبهوا،
يسوع يعني ما عم بيحاول انه يقلل من قيمة والدته. He is not being rude to her. ما عم بيحاول يكون مؤذي نحوها او وقح. Because Jesus never sinned. لا، لأنه يسوع لم يخطئ أصلا. He never did anything wrong. ولم يفعل أمر خاطئ. So why does he ask this question? فإذا لماذا يطرح يسوع هذا السؤال البلاغي منهم أخوتي؟ He is beginning to frame a new understanding of family. يبدو إنه يسوع عم بيعيد النظر في مفهوم العائلة. مفهوم العائلة شو بيعني؟ He is beginning to give them a new identity. عم ببلش يعطي للجماعة اللي حواليه اللي هن عم يتبعوه هوية جديدة. The people in the room الأشخاص اللي حواليه في الغرفة have left everything to قد follow تركوا Jesus. كل شيء ليتبعوا يسوع. Do you remember what Jesus said to John and Peter and Andrew and James? تتذكروا شو قال يسوع لبطرس واندراوس ويعقوب ويوحنا In Matthew chapter 4. في متى الفصل الرابع؟ He was walking along by the lake كان يمشي بيحكي عن قرب البحيرة. and he saw them. What were they doing? وبعدين شافهم شو كانوا عم يعملوا هن على البحيرة؟ fishing. Fishing. صحيح. And he said to them, وقال لهم follow me. And what does the Bible say they did? بعدين شو بيقول الكتاب المقدس لما سمعوا هيك؟ تركوا كل شيء. They left their tents. When did they leave it? أيمتى تركوا كل شيء؟ بالحال. At the moment. Immediately. رأسا إيه؟ بارضة تركوا كل شيء. But it says more than that. ولكن بيقول شوي بعد أكثر من هيك. It says about Simon and بيحكي عن سمعان بطرس John ويوحنا and James and Andrew ويعقوب واندراوس twice. مرتين بيكررها يعني. Immediately بيقول رأسا بأرضها يعني. they left their nets تركوا شباكهم مصدر عيشهم and their father وشوفوا أبوهم تركوا بيهم and followed him. وتبعوه تبعوا الناس. So in this moment, فهاللحظة هاي when Jesus' mother comes, لما والدة يا أم يسوع عم تجي وتسأل عنه، Jesus is reminding his mother يسوع عم بيذكر والدته that he himself is here to do his father's will. إنه بوجوده نفسه هو عينه يسوع ذاتيا موجود لحتى يتمم عمل أو مشيئة أو إرساليات الآب أبوه. He would not ask you to do something فهو ما عم يطلب منك أن تقوم بأمر ما that he is not willing to do. وهو أي أصلا لم يسبق أن فعله. His mother did not always understand. والدته لم تفهم تماما أو دائما ما كان يقصد. Just like your family do not understand. تماما مثل ما أحيانا عائلاتنا ما تفهم كيف نتركهم يعني ونتبع يسوع أحيانا على حساب اللي عليه أمام. But Jesus is beginning to remind those in the room ولكن يبدو أن يسوع يعيد أنه يذكر هالأشخاص اللي حواليه اللي هن في الغرفة نفسها في that he المكان is present for them. لأنه حضوره متاح متوفر لهم هن تحديدا. They are his family هن عائلته and he is part of them. وهو جزء ينتمي لهذه العائلة. The church is a new family of faith. هي عائلة الإيمان الجديدة. We are a community نحن جماعة الإيمان that begin with allegiance to Jesus. التي تبدأ بتقديم الولاء ليسوع. Earlier I said I had found new brothers and sisters. سابقا أنا قلت إنه في عندي إخوة وأخوات هلا أنتو. But we do not all look alike. ولكن واضح إنه مش كلنا بنشبه بعض. We do not dress alike. أو بنلبس مثل بعض. We do not like the same food. ويمكن كل حدا بياكل أكل معين ما بنحب نفس الأكل. I love Syrian food and أنا Kurdish بحب food. الأكل السوري والكردي طعموه. I love it. هو كثير بحب الأكل It is one of my favorites. حقيقة من الأفضل عنده. I'm not so sure you would like Irish food. ما بعرف إذا حتحبوا أنتوا الأكل الإيرلندي بالمقابل. We have different politics. حتى السياسات مختلفة. We have different economic backgrounds. حتى خلفياتنا الاقتصادية كمان مختلفة. في اختلافات بيناتنا. We have different education. حتى مستويات تعليمية أكاديمية مختلفة. And we have different preferences. وكمان توجهات وتفضيلات بالحياة كل واحد مختلفة.
What unites us? ولكن بيبقى السؤال ما الذي يجمعنا معا هلا؟ Jesus Christ. The one body. We are one body. نحن because of جسد Jesus. واحد بسبب يسوع. We are one body. نحن جسد You and I will spend eternity together. سنمضي معا أنا وأنت ونحن الأبدية كعائلة واحدة. So I think it's a good idea that we start to love one another now, don't فأنا you? برأيي مش ما بتوافقوني إنه من هلا إذا بنقضي الأبدية كلها سوا نبلش نحب بعض ونتعرف على بعض أكثر، مش هيك؟ And we are called to support one another. ونحن مدعوون إنه نوقف حد بعض، نآزر بعض، ندعم بعض، نشدد بعض. Jesus teaches us here وما يعلمنا إياه يسوع هنا في هذا النص that our deepest allegiance بأنه أعمق ولاءاتنا is not to our tribe. لا تعود لأصلي وفصلي ونسبي والقبيلة إن صح التعبير، It is not to our politics. وليس لولاءاتي السياسية بالتحديد، It is not to our preferences. وليست لتوجهاتي العامة بالحياة، مش هيدا اللي بيحدد ولائي الأعمق، It is not even وليس حتى to our biological family. لوالدينا أمي وبي بالجسد البيولوجي. Our deepest allegiance إنما ولائنا الأعمق يعود والجوهري is to the Father's will. لمشيئة الآب السماوي. That's why ولهذا السبب when you make a decision to follow Jesus عندما أخذتم قرار اتباع المسيح and your family reject you, وعائلتكم أرضية رفضتكم، they cannot destroy you. حتى مع هيدا كله لا يمكنهم أن يعني خليني أقول ينقذوكم، يتعبوكم، يدمروكم. Because Jesus comes and says, I will be your family. لماذا؟ لأنه لما عائلتنا ترفضنا الأرضية يأتي يسوع يقول أنتم جزء من عائلتي، أنا عائلتكم. Doing His will becomes the center of gravity. أن of our نعمل lives. مشيئته بصير هيدا مركز الجاذبية أو مركز الثقل في حياتنا كعائلة. What does He say after He has said, who are my brothers and شو sisters? بيقول إنه من بعد ما قال من هم إخوتي وأخي هالسؤال البلاغي، شو بيقول؟ ساعدوني. He looks around the room بيطلع بالغرفة، ببلش يطلع بالناس. and what does He say? شو بيقول يسوع؟ ساعدوني. This is my Here. sister, this is my brother. حتى السامري Even the Samaritan. Yes, يعمل مشيئة الآب. Yes. here are my brothers. أنتوا إخوتي، أنتوا أخواتي، Here are my sisters. أنتوا أخواتي. Here is my mother. هذه والدتي. Now, in another part of the Bible, وفي مكان آخر من الكتاب He المقدس goes even further. بعد بياخد خطوة أبعد. And He tells a story بيخبر هالقصة about a Samaritan and a عن Jew. سامري ويهودي. And one is hurt and gets beaten up and left by the road. بيقول إنه كان في شخص مضروب ويترك على قارعة الطريق. And a Jewish priest comes along and بيمر does not help. بالأول بهالكاهن اليهودي بيطلع فيه ويمشي هيك عن جنب. And then another Jewish person comes along and does not لاوي help. خادم يهودي يحمل حاله ما بيدق منزل. And then who comes along? ومن ثم من الذي يأتي ويرى ذلك المضروب؟ The Samaritan. And do the Jews and the Samaritans like each other? هل كانوا يعني صحبة اليهود والسامريين؟ No, they hate each other. الحقيقة كانوا أعداء. They loathe each other. كانوا يحتقروا بعضهم البعض. But the Samaritan helps the man in need. لكن هالسامري العدو بيساعد هالشخص اللي بحاجة. And Jesus uses the story ومن ثم يسوع يستخدم هذه القصة عنا to remind us ليذكرنا that we have an obligation to one another. إنه نحن عنا التزام، إذا كنا من نفس العائلة عنا التزام بعضنا بعض. That the new family has new obligations. العائلة الجديدة يتضمنها التزامات أيضا جديدة. Here are my mother and my بيقول brothers. لهم هول إخوتي هول أخواتي. He is pointing at ordinary people. وبتعرفوا هو ما عم يحكي مع ناس يعني وجهاء القوم، عم يحكي مع ناس عاديين، هول إخوتي هول أخواتي. Yes, they have no Coptic halos. مش حاطين هالهالات المقدسين يعني، مش هيك، ناس بسطة. They are not painted in icons. ما إلهم يعني صور وهن قديسين وقديسات. They are ordinary people like you. وناس عاديين مثلي ومثلك. And Jesus says, those that gather around my word and my life are my family. من ثم يقول يسوع أولئك الذين مركزهم
كلمتي وحياتي هودي بيكونوا شو؟ عائلة. This is radically inclusive. هالتعليم هيدا هو يتضمن الآخر بشكل جذري راديكالي. Anyone who is willing to follow Jesus can join this family. بمعنى آخر كل من تريد ومستعد أن تتبع يسوع فيها تكون جزء من هذه العائلة. Our background doesn't matter. خلفياتنا شو ما كانت ثقافيا كذا لا تهم بهذه المرحلة. But the only way you can join this ولكن الطريقة الوحيدة لحتى تكون جزء وعضو في هذه العائلة is through Jesus. هي من خلال يسوع. It is both radically inclusive فكلام يسوع هنا هو يعني يتضمن الآخر بشكل جذري and it is very specific. وهو أيضا محدد بشكل خاص محدد. A church عم يحكي عن هالجامعة اللي هي كنيسة. is not just a crowd. وهي ليست مجرد جموع هيك اجوا واجتمعوا مع بعض. A church is a family الكنيسة بتعريفها عائلة. with Jesus at the center, بحيث أن يسوع يكون المركز وموضوعها. doing His will وهذه الكنيسة تعمل مشيئته and loving each other. وتحب بعضها البعض. Now, طيب. I come from an Irish family, هلا أنا جاي من عائلة إيرلندية. and Irish families argue. نحن بالعائلات الإيرلندية كثير بنتحاجج وبنحكي ونتشارع باللبناني. I have noticed we were in Cairo this week, وأنا لاحظت لما كنا بالقاهرة هالأسبوع كمان. and we arrived in Beirut today. وصلوا على بيروت يوم. And on about 5 occasions, وبحوالي 5 مرات I noticed people مناسبات in the street لاحظت أشخاص على الطريق talking. عم يحكوا. What is your name again? شو اسمك؟ ذكرني. ديان. Diane. Stand up. ديان ممكن هيك تساعدنا؟ Imagine Diane and I are friends. كثير طويل. فتخيلوا أنا وديان أصدقاء. I noticed this type of talking in the street in Cairo and in لاحظت Beirut. إنه هالنوع من الكلام اللي بينحكى بالمحادثات بالقاهرة. يلا 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 ما بتعرف شو عم يحكي. And you said back. أنت شو بتقول؟ نفس الكلام And they were saying back. وبعدين برد على فلان شخص آخر بضل يحكي You can sit down again. I can tell you. شكرا ديان. Some people would look at that البعض يمكن يتطلعوا ويقولوا لما يشوفوا هالمحادثة هاي and الصاخبة say they are fighting, يقولوا هون ناس عم يتقاتلوا ايه but they're not fighting. حقيقة ما عم نتقاتل نحن They're just talking. هذا مجرد حديث طبيعي يعني. This is like Ireland. هيك نحن بإيرلندا In our families, نحن عائلاتنا هون when we talk, لما we talk. بنسميها حديث نحن بنحكي وبنحكي وبنحكي وبنعيط وبنعبر I say something to my son, أنا بقول شيء لابني and my son says something back. بعدين ابني بيرد علي بشيء ثاني. We are not arguing. نحن ما عم نتجادل أبدا. We are just excited and نحن animated in our حماسين talking. وعم نحكي وبطريقة تعبير هيك جسدية يعني. A number of years ago, we have 4 children, نحن عندنا 4 أبناء my وبنات. wife and I. And a number of years ago, we were sitting at our dining room table, كنا من بعد السنوات هيك فيما مضى قاعدين وعم ناكل على طاولة السفرة. having a very heated conversation كان about عندنا something. حديث حامي هيك كلنا مع بعض. And one of my friends, who is English, وأحد أصدقائي اللي هو إنجليزي came to the door إنجلترا إجا and he knocked on the door. We didn't hear him. نحن عم نحكي مش سامعينه. So he came in فات كان الباب مفتوح هو فات. and he knocked on the dining room door. بعدين دق على الطاولة عم ناكل دق عليها. We still didn't hear him نحن مثل الأطرش بالزفة مش سامعينه عم نحكي. because we were having a discussion. لأنه كثير منخرطين بالنقاش. And he opened the door. بعدين دخل. He said, I'm sorry to interrupt your أنا fighting. آسف بعرف أنتوا يعني عم تحكوا وعم قطعكم. I didn't realize you were having an argument. ما كنت عارف إنه أنتوا هلا في جدل يعني حاد. And we all stopped. بعدين نحن وقفنا كلنا من عن الحكي. And we looked at him وطلعنا فيه هيك إنه and said, we're not arguing. نحن أصلاً ما عم نتشارع. We're talking. نحن عم نحكي عم نتحدث. Sometimes people don't understand families. أحياناً دينامية العائلة هيدا الأخذ والرد الخاص بالأسرة الناس اللي بتيجي من خارج ما بتفهموا. And then there are other times when families do fight. بس أحياناً أخرى حقيقة الأسر بيصير في مشاكل بيناتهم. But when somebody outside of the family says something, ولكن لما يجي شخص آخر من خارج العائلة ويقول أمر ما, then we're like,
Hey, that's my sister. بعدين بقول له ليك نحن بنكون عم نتخانق كعائله بس بيجي حدا من That's برا my brother. بقول له هيدا خيي هيدي اختي ما خصك. We are supposed to be a family. نحن عائله. There is enough fighting outside. بكفينا مشاكل خارج هذه العائله. When somebody attacks us, لما حدا يهجمنا we are supposed to say, oh, hold on a minute. لابد انه نقول لحظه توقف. That's my sister. هذا اخي. That's my brother. هذه اختي. This is real life. هذه الحياه اللي بنعيشها المعاشه الواقعيه. Many of you come from a background that will understand these ideas. الكثير منكم يعني من خلفيات بيفهموا شو عم نحكي مش هيك؟ You will understand ummah. تفهموا فكره الامه، الشعب الامه. The church is supposed to provide a deeper, more permanent expression of fellowship, of ummah. لابد من انه الكنيسه تاخذ مبدا الامه او العائله وتاخذه لاعماق اكثر من هيك، كونها فيها شركه حميمه مع بعضها. And I'm sorry that we do not always get that right. وانا اسف يؤسفني انه احيانا حقيقه حتى نحن ككنيسه ما بناخذ على هالعمق هيدا، لانه نحن شركه، نحن عائله. But that can change with you and with me. ولكن فينا نبدا التغيير فيك وفيك وفيي. Many of you will understand the idea of when you look at another person, you are looking in a mirror. الكثيرين منا بيعرف لما انا اطلع بشخص اخر كانه هذا يعكس انا، يعني مرايه. The church should be a community like that. لابد انه الكنيسه تكون مثل مرآة ينظر اليها الاخرون ويشوفوا افضل. Many of you will understand the idea of takaful, الكثيرين منا حيفهم فكره التكافل solidarity. looking after each other. ان نتكافل نهتم ببعضنا الاخر. We are supposed to be like that. لابد انه ككنيسه نحن عائله نهتم ببعضنا البعض. But here is the difference. ولكن لاحظوا الفرق. Many of you have been taught that those things come from you trying harder and doing more. يمكن علمنا سابقا انه لحتى نكون مع بعض واقوى لازم نجرب اكثر لحتى نستحق نكون مع بعض. But in the family of Jesus, ولكن في عائله يسوع His love in our hearts محبته هيك الموجوده بقلوبنا helps us to show ummah. بتساعدنا، محبته بتساعدنا انه نكون هذه الامه، هذا الشعب، هذه الشركه. His love in our hearts محبته فينا helps us to see each other as a mirror. بتساعدنا نطلع ببعض ونشوف بعضنا الآخر في أرى نفسي في الآخر. His love enables us to have lasting and eternal fellowship. محبته القابعة فينا بتساعدنا نقول في عنا علاقة مع بعضنا، هالعلاقة تدوم للأبد. What is the will of the Father? ما هي مشيئة أبي؟ بيقول شو هي مشيئة الأب؟ Because Jesus says, لأنه بيقول يسوع whoever does the will of my Father and my الذي يفعل مين هن معكم خير اللي بيفعل مشيئة is my mother and my brother. هن هول أمي وأختي وعائلتي. What is the will of the طيب Father? حسن شو هي مشيئة الأب؟ هذا السؤال هلا. It begins by trusting His Son. تبدأ نفهم مشيئة الآب بأنه نضع ثقتنا في ابن هالآب. The will of the Father is to love God and love our neighbor. مشيئة الله إنه نحبه ونحب القريب، أحبب الله والقريب. The will of the Father مشيئة الآب is to practice the teaching of Jesus. أن نسلك بتعاليم يسوع. هي مشيئة الآب نؤمن بيسوع المسيح هو جاء يعطينا الخلاص. The will of the Father is to believe in the Son of God who came to give us salvation. And we do His will, the Father's will, through the Son, in whom He's a mirror. He shows us, He exegetes the Father. So as we see Jesus, حسنا، فبينما نحن عم نطلع ونشوف يسوع، أنا في يسوع مين بشوف؟ الآب. if we want to know what God is like, إذا بدي روح وأطرح السؤال، ربنا كيف طبيعته؟ الآب. we look at Jesus. وين بروح؟ عند يسوع. How does God treat disappointment? كيف يتعامل الآب مع خيبات الأمل؟ Look at Jesus. شوفوا يسوع كيف تعامل مع خيبات He الأمل. forgives. هو يغفر، He embraces. هو يقبل ويحتضن، He renews. هو يجدد ويسترد ويسترجع. How does God treat sin? كيف يعامل الله الآب الخطيئة؟
Look at Jesus. شوفوا طلعوا لتعرفوا جواب الاب تطلعوا على يسوع الابن. He carries it for us. فهو يحملها ياخذ عرها عنا. How does God treat you? كيف يعاملنا نحن؟ الله كيف يعاملنا؟ The way Jesus treats you. تماما نطلع لنجاوب على السؤال كيف الاب يعاملنا نطلع كيف يسوع عاملنا And بمعنى. my brother is right. ومعه حق اخي To believe in him ان نضع ثقتنا به. is not just to believe in him with your head. هذا لا يعني فقط انه انا اؤمن بشكل نظري فكري بعقلي يعني. It is to believe in him with your heart. هذا يعني انه اخذ عقلي عقل. And to do what he has asked you to do. وان احفظ اقوم اسلك بما طلب مني ان اقوم به. You cannot believe in your head في تناقض، ما بقدر انا بس امن بفكري without living with your hands من and your دون heart. ان احيا وبترجمها هيدي عمليا بمواقفي القلبيه وبسلوكي. I pray that tonight صلاتي لنا اليوم you will know ان نعلم ان تعرفي that we share a table اننا نشترك في مائده واحده. because we are a family. ليه؟ لانه نحن عائله وحده. عائلة واحدة. We share worship نحن نتشارك في عباده الله معا because we are a family. لانه نحن عندنا بي واحد عائله We واحده. meet together نحن نلتقي ونجتمع سويا because we are a family. لانه نحن اسره او عائله. عائلة واحدة. We serve one another نحن نخدم بعضنا البعض الاخر because we are a family. لانه مره ثانيه نحن عائله واحده. Jesus calls us to be a real family. يدعونا يسوع، هذه دعوته ان نكون هذه العائله الاصيله الاصليه. Now some of you are thinking, هلا يمكن البعض يفكر ويقول this is wonderful, طيب كثير حلو هالكلام، but I am tired. بس بقول لك شغلي انا سئمت تعبت ما عندي بقى طاقه. My capacity is low فضيت بطاريتي and my diary is full. واذا بدي خبرك شو صرت كاتب ارهاق واوجاع خلصوا الكتب. I am not holy enough to help someone else. انا ماني يعني ضابط اموري مش صحيحه وماني يعني انا ماني منيح مع ربنا لحتى ساعد غيري. I am struggling with my own life. حياتي الشخصيه فيها مشاكل بتكفيها. I cannot be part of a community that needs me to do more. بالتالي انا بتقول لي ساعد حب غيرك، انا مش قادر اكون جزء من هالجماعه اللي مش ما عندي الطاقه بقى احب. But don't you see, that is what makes you perfectly qualified for this family. ولكن اذا بتنتبهوا الامر اللي بيجعلكم عندكم الاهليه والاحقيه هو تماما انكم اشخاص نحن ما بنقدر ما عندنا الطاقه، هذا بيجعلنا جزء من العائله. Because the family of God لانه عائله ربنا is not for the strong, ليست للاقوياء، it is for the surrendered. انها لمن ياتوا ويستسلموا امام ربنا. If you can say tonight, اذا استطعتم ان تقولوا في هذه الامسيه Father help me, يا ابي السماوي اعني، then you qualify. بالتالي انت وانت مؤهلين تكون جزء من هالعائله وهذا يكفي. And the Spirit will give you the help. بالتالي روح ربنا حيعينك ويعينك لحتى تكملوا هالحياه معه. And sometimes in a family, بعض الاحيان في هذه العائله our mother or our father يمكن امنا ابونا needs to come and put their arm around us بحاجه هيك يحطوا ايدهم على اكتافنا ويرتبوا and say to us, ويقولوا لنا you'll make it. لا تستسلم، كمل، تابع، ثابت، You're part of my family. انت جزء من هذه العائله And I love you. وانا And I think that's what God wants to say to you. بعتقد ربنا بهالعائله عم بيقول نفس الكلام لاولاده وبناته. I believe that the Holy Spirit إيماني أن الروح القدس wants to put his arm around you this evening يريد أن يضع يده عليك في هذه الأمسية and look straight into your eyes يطلع رأسا عين بعين and say, you will make it. يقول لك ما تستسلم، ثابت، You're my daughter أنت ابنتي and I love you. وأنا أحبك I never walk away from my family. وأنا ولا مرة بترك عائلتي وبخف. You see, my family walked away from me, تعرفوا يمكن عائلتي تتركني، but I became part of God's family. وقلت لكم بالأول والدي شو عمل، بس أنا صرت جزء من عائلة ربنا، And he will never walk away from me. وهو ولا مرة بيفارقني وبيتركني وبيفارقني. And he will never walk away from you. وهو ما حيتركك ولا رح يتركك. Let me pray for you. دعونا نصلي، خلونا نغمض عيوننا ونصلي. Father, thank you for my sisters and brothers. أبونا السماوي شكرا لأجل أخواتي وإخوتي.
Would you strengthen each of us يا tonight ليتك ما تقوي وتشدد كل منا في هذه الليلة by the power of your Holy Spirit? بقوة روحك القدوس. Many have given up much to follow you. الكثيرين قد تركوا كثيرا لكي يتبعوك، But you are worth it. لكن يا رب أنت بتستحق هيدا وبتستحق أكثر كمان. Would you come to those that are struggling يا tonight? ليتك ما تأتي إلى جانب كل شخص يعاني في هذه الأزمة، Would you give them strength? أن تقويهم. Would you give them hope? يا ليتك ما تمدهم بالرجاء، Would you give them peace? بالسلام. And tonight, وفي هذه الليلة we pray for our families, نصلي يا رب لأجل عائلاتنا الأرضية، some of whom may hate us. اللي بعض منهم يمكن ما بيحبنا. Lord, would you touch their يا lives رب يا ليتك ما تلمس قلوبهم وحياتهم by the power of your Holy Spirit? قوة روحك القدوس. And would you help us to love one another, أرجوك ساعدنا إنه نحب نحن كمان كعائلة بعضنا البعض، to support one another, أن ندعم ونؤازر الواحد الآخر، and to serve one another? وأن نخدم بعضنا البعض يا رب. And I pray for this family. صلي تحديدا لهيدي العائلة يا رب هلا. I pray for Pastor Osama صلي للقس أسامة and for the whole team. ولكل الفريق، فريق الخدمة. I pray for every family صلي لكل represented. عائلة ممثلة هون يا رب. كل أسرة. Come by the power of your Holy Spirit تعال حل بقوة روحك القدوس and give them strength وأعنهم and comfort وأرحهم and hope. ومدهم بالرجاء اللي بحاجة إليه. Where hearts are broken, حيث أن قلوبنا مكسورة bring your healing يا ليتك ما تأتي بالشفاء in Jesus' name. باسم يسوع. Amen. آمين.